So beautiful when you cry. A lot of pain, a lot of suffering. We need a professional. Hang on. Woody! Jesse, hello? Is it as bad out there for toys as they say it is? We're finding more abandoned toys each day. لو فاكر ان الميزانيات الضخمة هي اللي بتضمن النجاح في هوليوود يبقى انت غلطان. الاسبوع ده شباك التذاكر العالمي اتقلب تماما. اهلا بيكم في اسبوع جديد من البوكس اوفيس. انا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 ستار وورز ذا ماندلوريان اند جروجو. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. We're protecting everything the rebellion fought for. Good luck. You're gonna need it. We need a professional. Hang on. الصياد الشهير ديندي جارين ومساعد الصغير جروجو بيبدأوا رحلة ومغامرة جديدة في عالم ستار وورز الواسع. الفيلم من إخراج جون فافرو وبيركز على نقل شعبية المسلسل لشاشة السينما، لكن التقييمات جت متوسطة بسبب التكرار في الأحداث. الفيلم محقق $1,800,000 الأسبوع ده عشان يوصل بإجمالي إيرادات $176 مليون، وده رقم ضعيف مقارنة بميزانيته الضخمة اللي وصلت $165 مليون، وتقييمه على موقع IMDb 7 من 10. رقم 9 ماسترز اوف ذا يونيفرس. I never stopped trying to get back home. Everything changed since you left. It's all gone. It's all my fault. I know how it feels to fail. You may have the power, but you're too scared to use it. شاب على كوكب الأرض بيكتشف سر خطير بيربطه بإرث ملك الكوكب فضائي، ولازم يستعيد سيف سحري عشان يحمي مملكته. الفيلم بيعيد إحياء شخصية هيمان الشهيرة بميزانية ضخمة جدا، ومن إخراج ترافيس نايت وبطولة نيكولاس جاليتزين، لكنه واجه انتقادات حادة بسبب ضعف المؤثرات البصرية، وده مقارنة بالميزانية، وما جمعش غير $2,300,000 الأسبوع ده بإجمالي إيرادات $62 مليون في أسبوعه الرابع، ودي تعتبر صدمة قوية لفيلم ميزانيته $200 مليون، وتقييمه على موقع IMDb 6.9 من 10. رقم 8 بليتش Thousand Year Blood War. المعركة النهائية الكبرى بين الشينيجامي والكونسي، ومع سقوط ملك الأرواح وبداية انهيار الواقع، الأعداء السابقين بيتحدوا لمواجهة خطر بيهدد الوجود كله. عشاق الأنمي استنوا الحدث ده بفارغ الصبر. الفيلم من إخراج هيكارو موراتا ومحقق في أسبوعه الأول في السينمات $3 مليون، وتقييمه على موقع IMDb 8.8 من 10. رقم 7 سكيري موفي. Shit. Back again. My God, he stabbed her. We back. I had been preparing for this for years. Hello, Mother. Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit. Why just half gay? عودة سلسلة الكوميديا الساخرة الشهيرة. صادقين بيلاقوا نفسهم في وسط فوضى مرعبة ومضحكة مع قتلة ومخلوقات خارقة للطبيعة. رغم التقييم الصادم والمنخفض جدا إلا إن الأرقام بتقول إن الجمهور حابب الفيلم. الفيلم محقق $3,100,000 الأسبوع ده عشان يوصل بإجمالي إيرادات وصلت $104 مليون في الأسبوع الرابع بميزانية ما عدتش $30 مليون، وتقييمه على موقع IMDb 5.2 من 10. رقم 6 باك رومز. Hello? I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you filming? Oh my God.
دكتورة نفسية بتختفي حالة من مرضاها جوه بعد تاني ورا الواقع، وبتضطر تدخل للمجهول ده عشان تنقذه من المتاهة المرعبة. المفاجأة ان الفيلم ومخرجه الشاب كين بارسونز صاحب ال20 سنة، واللي بدأ الظاهرة دي على اليوتيوب، وبطولة تشيتويل إيجوفور. الفيلم الاسبوع ده محقق 4,300,000 دولار عشان يوصل في اسبوعه الخامس ل 184 مليون دولار، وبميزانية 10 مليون دولار بس، وتقييمه على موقع IMDb 7.1. رقم 5 Disclosure Day. Let's. Today is. Today's. What's happening to me? People are starved for the truth. This 79-year terror campaign of lies has to end. اللي ممكن يحصل لو تم إثبات إن البشر مش لوحدهم في الكوكب بالدليل القاطع؟ هل هيموت العالم من الرعب؟ فيلم خيال علمي درامي من بطولة إيميلي بلانت والمخرج الأسطوري ستيفن سبيلبرج. الفيلم مجمع الأسبوع ده 8,300,000 دولار، بإجمالي إيرادات وصلت ل 96 مليون دولار في أسبوعه الثالث، بميزانيته الضخمة اللي وصلت ل 115 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDb 6.7. رقم 4 جاكاس بيست أند لاست. First day of our last film. What are you feeling? I'm sad. No, I'm not in touch with my emotions. I would like to introduce you to our new cast member. Nice to meet you all. Big fans. Oh my gosh, he got you. وثائقي كوميدي بيجمع فريق جاكاس الشهير للمرة الأخيرة، وهم بيعملوا أخطر وأجمد المقالب والتحديات عشان ينهوا السلسلة للأبد. الفيلم من إخراج جيف تريمن، ومحقق في أسبوعه الأول الافتتاحي 8,500,000 دولار بميزانية 10 مليون دولار، وتقييم الفيلم على موقع IMDb 6.8. رقم 3 Obsession. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Jeez, what kind of spells you put on her? شاب عاشق بيكسر غصن شجرة أمنيات سحرية وغامضة عشان يفوز بقلب البنت اللي بيحبها. الأمنية بتتحقق فعلا، لكنه بيكتشف إن بعض الرغبات ثمنها سوداوي ومرعب. ظاهرة الرعب النفسي للسينما المستقلة من إخراج كوري باركر، والفيلم لسه مكسر الدنيا بتقييم جماهيري ممتاز وعالي جدا. الفيلم في أسبوعه السابع ومحقق 9,700,000 دولار عشان يوصل بإجمالي إيرادات ل 235 مليون دولار. المفاجأة هنا إن ميزانية الفيلم ما عدتش 750,000 دولار، وتقييمه على موقع IMDb 8.1. رقم 2 سوبر جيرل. It won't take your pain away. So beautiful when you cry. Lot of pain, lot of suffering. كارا زور-إل بتتحد مع رفيق غير متوقع في رحلة كونية للانتقام والعدالة بعد ما العدو ضربها في مكان قريب جدا من قلبها. الفيلم بيقدم لنا رحلة انتقام كونية عنيفة وبنبرة سوداوية مختلفة تماما عن اللي اتعودنا عليه من DC. الفيلم محقق في أسبوعه الأول الافتتاحي 37 مليون دولار بميزانية ضخمة وصلت ل 175 مليون دولار. رقم 1 توي ستوري 5. Bonnie, there's a package for you. Oh, thank you. Hi there, I'm Lilypad. Let's play. Extinction! Not again! Call me Lily. Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends. Yeah. But then you had to ruin Got it. You're not even listening to me. I'm always listening. Woody! Jesse, hello? Is it as bad out there for toys as they say it is? We're finding more abandoned toys each day. عودة وودي وباز وباقي الألعاب المفضلة، لكن المرة دي في مواجهة تكنولوجيا الأجهزة الإلكترونية الحديثة اللي بتهدد وقت اللعب التقليدي للأطفال. عودة المخرج المخضرم أندرو ستانتون والنجوم زي توم هانكس وتيم ألين. الفيلم محقق في أسبوعه الثاني 71 مليون دولار عشان توصل إجمالي إيراداته ل 306 مليون دولار، وبالميزانية الأضخم ب 275 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDb 7.6. ودي كانت نهاية الفيديو لتقرير البوكس اوفيس الاسبوع ده. قولولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم قصته شدتكم وناويين تتفرجوا عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم السينما والافلام. اشوفكوا على خير.